شفت اللي حصل مع منتخب مصر ومنتخب السعودية؟ ما شفتش؟ لا، ده انت فايتك كتير قوي. المباراة بدأت حماسية من جانب منتخب مصر اللي نزل ضغط على المنتخب السعودي، وبالفعل في الدقيقة 3 أحرز اللاعب إسلام عيسى هدف التقدم لمنتخب مصر في شباك المنتخب الأخضر، ليفتتح منتخب الفراعنة أولى أهدافه في المباراة. ما عدتش دقايق كتير وفي الدقيقة 15 محمود حسن تريزيجيه يحرز الهدف الثاني للفراعنة في ظل توهان المنتخب السعودي والذي رأيناه ولا كأنه موجود في المباراة. يأتي الدور على نجم الشوط الأول أحمد سيد زيزو ليضيف الهدف الثالث لمنتخب مصر في ظل دهشة حضور جماهير السعودية اللي استغربوا وإيه اللي بيحصل لمنتخبهم النهارده. وفي الدقيقة 56 يحرز نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي عمر مرموش الفرعون الثاني في انجلترا الهدف الرابع لمنتخب مصر. ومنتخب مصر كده في طريقه لكبرى المفاجآت وفوز تاريخي على منتخب الأخضر في السعودية في جدة، والآن النتيجة 4-0. حاول المنتخب الأخضر السعودي أن يعود للمباراة ولكن لم يحدث أي شيء ولا جديد، ويبدو أن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بات على المحك بعد خسارته أمام منتخب الفراعنة منتخب الساجدين 4-0 في كبرى المفاجآت. وقبل المونديال منتخب الأخضر يخسر بالأربعة من مصر بقيادة العميد حسام حسن. المباراة شهدت النهاردة المشاركة الأولى لاعب منتخب مصر المنضم حديثا هيثم حسن الجناح الأيسر، ويبدو أنه لاعب كبير وينتظر مستقبل كبير، وهو خير سلف للفرعون المصري محمد صلاح.